السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهارده انا جايه لكم بفيديو جميل، بس قوموا كده هووا الشقة الاول، واللي كسلانة وتحفيز. تقوم وعايزين نشجع بعض، واللي كسلانة واللي مش عايزة تعمل حاجة، لا قومي واتفرجي على الفيديو بتاعي او اي يوميات. مش ضروري الفيديو بتاعي، بس قومي كده بقى يلا افتحي الشقة شبابيك الشقة الاول، هوي شقتك، افطري لقمة خفيفة كده زي ما انا ما عملت، وابدأي معايا. بابدأ أعمل إيه الأول؟ أنا بصراحة بدأت بدري شوية عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت أنا في شهر شعبان كان عندي 8 سجاجيد مش نضاف، واتكوموا عليا وأنا لوحدي، والمفروض إن أنا أغسلهم. فطبعا ما كنتش عارفة أعمل إيه. غسلت اللي أنا محتاجاه بس، وشلت الباقي مش نضيف، غسلته بعد كده بعد العيد. قلت لا، أنا بقى المرة دي مش هعمل كده. خدت بقى السجاد بتاع الريسبشن، قلت اما اغسله وكده وهلفه واشيله، مش هفرشه بقى دلوقتي، اللي انا هفرشه في العيد تمام. وغسلته وحطيته في البانيو، شطفته زي ما انتم شايفين. انا شطفته طبعا مرتين لان المايه مش نظيفه زي ما انتم شايفين كده. ودلقت المايه وحطيت ميه تانية. ودي كده مشايه انا بحطها في الاوضه. وطبعا انا المفروض كنت غسلت كمان الحفاظات، بس ما قدرتش بصراحه ان انا اغسل الحفاظات. فقلت دي مره تانية باذن الله. تمام. وده اول شغل انا بداته. بعد كده طبعا بصوا يا جماعه بقى، عشان ما اخبيش عليكم بصراحه، فرش الانتري ده احسن فرش عندي بصراحه. اما التانيين مش قد كده. فقلت طبعا ايه، طب ده انا هفرشه في العيد، لان انا نزلت عشان اشتري. انا لقيت الاسعار رهيبه. المتر اللي كنت بس اقلع عليه في الازهر ب 50 جنيه، انا سالت عليه لقيته ب 100 جنيه. فطبعا ما جبتش، رجعت وما جبتش، وقلت لا انا هقضي باللي عندي وخلاص. يعني ايه كسوه هتتكلف معايا بتاع 3000 3000 ونص؟ كسوه بالتفصيل كتير قوي عليا. ما رضيتش بصراحه. المهم انا ايه، نفضت الانتريه وشلت الكسوه وقلت خلاص انا هغسلها، او الفرش زي ما تسموه. وقلت هغسلها وبشويه كلوريكس كده الوان، وينقعهم بس عشان هو بصراحه يعني اتبهدل المره دي وسبته كتير على الانتريه. وهشيله. والسجاد برضو بعد ما ينشف هلفه برضو واشيله. وفرشت كده الايه الفرش القديم اللي عندي تمام، وهو والله مش وحش برضو، يقضي غرض يا جماعه والله في الغلا اللي احنا فيه ده. واديني شلت اهو الكيسه بتاعت الانتريه او الفرش. وطبعا انا طبعا يعني كنت ماسحه الريسبشن ومخلياه فله بسبب غرقان الميه اللي حصلت بسبب غسل السجاد. كانت الدنيا غرقانه ميه. فهنا بس انا بلمع الحتت بس اللي يعني في النص بس، مطرح ما ايه، نفضت الانتريه وكده في شويه تراب بيقع وبتاع. رحت بس شلت الايه لمعت مطرح بس التراب اللي جه من الانتريه. فرشت الانتريه بالشكل ده. تمام. وقوموا يا جماعة اعملوا من دلوقتي، ما تقولوش بعدين، والله الشغل بيتكوم علينا وبعد كده بنبقى مش عارفين نعمل ايه ولا ايه ولا ايه. وبعدين انا بصراحة ما بحبش اجيب حد يعمل معايا حاجة. انا لما جيت في السنة اللي فاتت اللي بحكي لكم عليها ادور على حد يعمل، انا ما بحبش اجيب حد. بس انا كنت مضطرة، انا ما لقيتش حد. والله ما لقيت حد يعمل معايا بالفلوس، وقلت مش مشكلة. فقلت مش هغلط الغلطة دي تاني. ودي طبعا الحفاظات القديمة برضو اللي عندي. الحفاظات الجديدة بصراحة أنا ما غسلتهاش، بس هغسلها المرة الجاية معاكم. وطبعا سبت السجاد لما تصفى خالص من ميته، علشان بس ما نقطش على الجيران تحت وكده. وبعد كده نشرته زي ما انتم شايفين كده. وكان في طبعا شوية غسيل أنا لميتهم وقلت هطبقهم، بس قلت اما انشر ايه السجاد الأول يتهوى، وبعد كده ايه أطبق الغسيل. ماشي. وبكده تقريبا الفيديو بتاعنا خلص. وانا هو هطبق شويه الغسيل ده، هي غساله كده كانت محطوطه على الحبل مش اكتر. ويا ريت يا جماعه تبداوا من دلوقتي. وعايزين ان شاء الله ال3 شهور الجمال اللي جايين دول، رجب وشعبان ورمضان، نختم فيهم بالقران باذن الله مره واثنين وثلاثه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يكون الفيديو